صباح الحلويات وصباح التشيز كيك ببسكوت اللوتس التحفة. شايفين الكيك شكلها رائع وطعمها مش قادرة اقول لكم واوصف لكم طعمتها ايه. تعالوا نعمل حاجة حلوة وشيك لولادنا ونجرب تشيز كيك اللوتس من مطبخ طباخة هانم. يلا بينا. صباح الخير عليكم. النهارده هنعمل احلى تشيز كيك اللوتس. طبعا كلنا بنحبها جدا وبنجيب البيس الواحده من الاماكن بره نغليها مع بعض بطريقه سهله وبسيطه وبنفس المقادير المظبوطه دي. لو اتبعتي الستبس معايا هتطلع احلى تشيز كيك لوتس ان شاء الله. تعالوا نشوف مقاديرنا ايه. احنا عندنا اول حاجه علبة من كريمة الحلويات الخفق 250 جرام منها، وعندنا الأساس بسكوت اللوتس اللي هو بسكوف ده عندي 2 باكيتس صغيرين أو في باكيت كبير. احنا هنستخدمه كله بس هناخد منه قطعتين للتزيين. عندي برضو زبدة اللوتس هاخد منها بس معلقتين عشان تدي الطعم بتاع بره بالظبط. كيري سواء كانت علبة اللي هي الكريمي دي او الكيوبس بتاعتنا دي او دي، الاتنين بينفعوا. ومعايا معلقتين من السكر الباودر وربع كوباية من الزبدة. دي كل مقاديرنا وهنعملها دلوقتي مع بعض بطريقة سهلة. اول حاجة هناخد البسكوت بتاعنا ونحطه الفود بروسيسور بتاعنا. هنبدأ نطحن وهنحط ربع كوباية الزبدة ونبدأ نخلطه تاني. بعد ما خلطنا البسكوت مع الزبدة شايفين شكله مرمل ازاي؟ زي بالظبط الرملة المبلولة. شايفين؟ هناخده ونحطه في الصينية بتاعتنا بس هناخد منه معلقة كبيرة هنشيلها برضو للتزيين. هناخد معلقة كبيرة عشان هنحطها على الوش من فوق للتزيين. وبعد كده هناخد باقي الكمية نحطها في الصينية. هنجيب الصينية بتاعتنا اللي هنحط فيها تشيز كيك اللوتس. هنجيب ورقة زبدة ونحطها من تحت وهنقص الزيادات طبعا، بس دي عشان تخلي كده تمام. هنقص الزيادات. طبعا حطينا ورق الزبده وقصينا الزيادات. ورقه الزبده دي عشان لما نشيل التشيز كيك من الصينيه خالص ما تكونش لازقه. ممكن ما نحطهاش ونستغنى عنها. هنبتدي نحط شويه زبده وندهن ورق الزبده عشان ونبتدي نحط بسكوت اللوتس بتاعنا اللي عملناه بالزبده كراست كده من تحت. هنبدأ نضغط عليه بالسباتولا. طبعا الكراست اللي تحت ده 2 باكيتس من اللوتس عليهم ربع كوبايه من الزبده. كده تمام. هنظبطها. بعد ما حطينا البسكوت كراست كده في القاعده بتاعه الصينيه ممكن ندخلها الفرن لمده 10 دقايق. البسكوت يدي ريحه نشم ريحته، ده بيدي تحميصه حلوه قوي للبسكوت. وممكن نستغنى عن الستيب دي مفيش مشكله، بس ممكن ندخلها الفرن 10 مينتس بس. هنشم ريحه البسكوت هنطلعها تبرد وهنحط الطبقه بتاعه الكريمه. تعالوا نعملها مع بعض. يلا بينا. الخطوه الثانيه احنا هنجيب كريمه الخفق بتاعتنا بتاعت الحلويات. احنا قلنا 250 جرام وهنبدأ نضربها
المضرب بتاعنا. الخطوة الثانية هنجيب الكريم تشيز بتاعتنا هنحطها، هنجيب التشيز كريم تشيز بتاعتنا وهنحط عليها معلقتين من كريمة اللوتس، طبعا الكريمة اللوتس دي متوفرة في السوبر ماركت كلها وبتدي الطعم بتاع بره بالظبط. هنبدأ ممكن لو حابين ان السكر يبقى خفيف ما نحطهمش، نستغنى عنهم. بعد ما تجانست كده المكونات هنبدأ نحط الكريمة بتاعتنا اللي كانت في التلاجة باردة، عشان لازم تكون المكونات بتاعتنا باردة. شكل الكريمة بتاعتنا بعد ما خلطناها، شايفين لونها جميل ازاي ورائع وطعمها يجنن. هنبدأ نجيب الصينية بعد ما حطيناها في التلاجة. طبعا سخنا البسكوت لمدة 10 دقايق وحطيناه في التلاجة عشان يبرد. هنبدأ نحط عليه الكريمة بتاعتنا. شايفين قوامها ازاي متجانس وحلو ولونها جميل. تعالوا نحطه على البسكوت. نبتدي نحط الكريمة على بسكوت اللوتس. طبعا بسكوت اللوتس بيسكوف ده جميل جدا وعن تجربة. هنبدأ نظبط الكريمة بتاعتنا بالسباتولا. وده الشكل النهائي بعد ما حطينا الكريمة على البسكوت. هنحطها في التلاجة تبرد لمدة ساعتين ونبدأ نزينها ونقطعها وناكلها بألف هنا وشفا. ودي صينية تشيز كيك اللوتس بعد ما طلعناها من ايه رأيكم؟ صينية تشيز كيك تحفة وتجنن وتاكلوا صوابعكم وراها وزي بتاعت بره واحلى. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم. لو عجبتكم الوصفة اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واشوفكم في حلقة جديدة وحاجة حلوة جديدة زيكم. كان معاكم غادة محمد من مطبخ الطباخة هانم. باي باي.